السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض طريقة القرص الطرية بطريقة سهلة وبسيطة، وبإذن الله الطريقة دي هتعجبكم بطريقة أسهل ما يكون. لو أول مرة تعملي القرص هتبقى ناجحة معاكي 100%. اتبعي الفيديو الآخر وانت هتعملي أحلى قرص، ومع الشاي بقى بالنعناع، ويا سلام على الجمال. وتعالوا نبدأ بقى الطريقة مع بعض. معايا كيلو من الدقيق منخول، هنزل عليه بربع معلقة صغيرة من الملح. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ده محلب، معلقه من المحلب ده بتجيبيه من عند العطار، محلب بودر كده بنستخدمه للكحك. مش عاوزه اقولك بيخلي ريحه القرص جميله وطعمها اجمل. معايا سمسم، معايا 3 معالق من السمسم، سمسم احمر. معايا 5 معالق او 6 معالق من السكر. وحاولي يكون سكر بودر، اضربيه في المطحنه بتاعت التوابل علشان ما يبقاش معاكي حبيبات كده في العجينه، يسهل عليكي كده افضل. استخدمت كيك شيف، يعني استخدمي بيكنج باودر.